ان الاصل في الاقتصاد هو الازمه. هل في استثمار بيتم بطريقه عشوائيه امن؟ احنا عايزين نصحح الخرافات اللي متكونه عن الاستثمار في الدواجن. مربي العشوائي هو بربي 500 فرخه او 1000 فرخه، هو نفسه مش مجهز انه يربي. هو البيزنس مش ابنك. القوه الشرائيه بتاعت الناس هي اللي وقعت السوق. ازاي ابقى منظم؟ دكتور عمرو ازيك يا باشا؟ نورنا والله، وان شاء الله تكون حلقه خفيفه وظريفه معاك ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. كنا عايزين نبدا الاستثمار في الدواجن. هل هو استثمار مربح ولا خطر جدا وتنصح الناس انها تبعد عنه؟ ووجهه نظرك دي انت، يعني انا عارفك يعني هتقول لنا الحقيقه على طول. الاستثمار في الدواجن استثمار مربح والريسك فيه عالي ولا منخفض؟ هو سؤال كبير قوي. الاستثمار في الدواجن هي صناعه زي اي صناعه، مربحه لو اشتغلناها بالاساليب العلميه، لو اشتغلناها بالمعطيات المتاحه والمطلوب منها هي. وهي خطورتها فيها خطوره عاليه، تزيد الخطوره لو اشتغلناها بالفهلوه. فلو دكانة الحاج محمد. دكانة الحاج محمد. انا شايف ان الاستثمار في الدواجن ده هو النموذج، يعني او من النماذج الاكثر شيوعا فيها هو دكانة الحاج محمد، صح؟ بالظبط. طيب، ممكن بس نعرف الناس يعني ايه، لان في لبس في يعني ايه صناعة دواجن او يعني ايه استثمار في الدواجن، لان الموضوع ده هو اللبس اللي حصل فيها هو اللي مخلي دكانة الحاج محمد كتير قوي في الصناعة. طيب هي فيها انواع واقسام كده، بالظبط. طب هشرح لنا بقى. احنا مش هنتكلم عن الانواع كانواع او نتعمق فيها، بس هنقول ان مفهوم الناس للدواجن ان انا هاخد مزرعه هربي فراخ، هطلع فرخ تسمين او هجيب شويه هطلع منها شويه بيض. ده اللي الناس اللي بره الصناعه مستوعبه الشغلانه بالطريقه دي. هي الفرق هو الاستثمار فيها ايه غير فراخ وبيض؟ في حاجه تانيه؟ لا، هو النهارده تعالى ناخد بقى نجزأ الصناعه. الصناعه دي النهارده انت بتشوفها كمستهلك او راجل قررت ان انت وانت قاعد على القهوه مع اصحابك كده ان انتوا رايحين تستثمروا في الدواجن. ده اللي بيحصل. ايوه صحيح. انتوا شايفين واحد عنده مزرعه ربى فيها شويه فراخ، 35 يوم باع الفراخ. انت متخيل انه مسك فلوس فكده كسب؟ بسمع دايما ان هي دوره فراخ. حلو قوي. دوره الفراخ دي وراها ايه بقى؟ دوره الفراخ سواء هنقول ان هي اللي بيحتك بالناس البيض واللحم. طب هنقول اللحم او التسمين. التسمين ده دي المزرعه الدوره اللي انت شفتها، وراها بتتربى لمده 8 شهور، وبعد كده وتكمل معاك سنتين تطلع لك كتكوت بيض، وبعد البيض ده يروح عامل تفريخ وتطلع لك بيض، وتطلع لك الكتكوت اللي انت بتربيه بتشوفه في النهايه. ورا دي جدود. الجدود دي بتتربى عندك هنا في مصر، وراها جيش بيربي الجدود ده عشان يطلع لك المواصفات البيض والتحويل والشغل اللي بيطلع. ورا الجدود دي بقى سلالات على مستوى العالم بتجي لك من بره عشان تقدر تاخد النتائج بتاعه الفراخ. شركات تحصين، شركات دواء، جيش من سواء الاطباء البيطريين او من الزراعيين او من العماله شغال عشان يقدر يوصل لك اللي هو ببساطه المكنه اللي هي الفرخه عباره عن مكنه مطلوب منها تحول لي البروتين النباتي لبروتين حيواني. والدور البسيط يعني ايه بروتين نباتي؟ يعني ايه بروتين نباتي؟ البروتين النباتي ده اللي هو احنا بنستهلكه كبشر في الفول، في العدس، في الذره، دي فيها جزء بروتين وجزء طاقه. ايه فايده الدواجن او اللحوم او العجول او البياض او الكلام ده كله؟ هو انا مكنه في النص مع التشبيه يعني بستغلها امثل استغلال ان انا اديها ذره وصويا اللي هو حاجات بروتين اللي هو مزروعه في الارض، نباتات تطلع لي من النباتات دي لحوم او بيض او لبن او المعطيات. انت قصدك يعني ان الاكل اللي بتاكله الفرخه ده اسمه بروتين نباتي؟ بالظبط. الفرخه لما بتاكل البروتين النباتي ده ايا كان بقى اسمه علف اسمه ايه، انت بتحوله بروتين حيواني. بروتين حيواني. انا دوري انا لما كمربي ان انا استغل المكنه دي افضل استغلال. احنا بنحاول نقرب بس للناس نبعد خالص بعيد عن انها فرخه وبتتربى وتعيش، لا هي مكنه. انا دور انا استغلها افضل استغلال
عشان اطلع منها اقدر اخد من دخلت مثلا 2 كيلو او 3 كيلو بروتين نباتي، اخد منهم كيلو ونص بروتين حيواني او 2 كيلو بروتين حيواني، وهو ده ده المكسب. زي المكنه اللي في المصنع بعملها الصيانه، بدخل لها القماش بتطلع لي القميص بتاعي. وبقى علينا بس عشان الكلام ده يصعب على امثالي فهمه. انا دلوقتي بسمع ان ان الاستثمار في الدواجن، احنا الهدف من الدردشه بينا وبين بعض ان احنا عايزين نوصل للناس، هو انا معايا فلوس وعايز اشتغل في تربيه الفراخ بالبلدي كده، يعني ايه مثلا انا اخش في المجال ده ولا لا؟ لقيت حضرتك بتقولي ده في حاجه اسمها بروتين نباتي وبروتين حيواني وهتحول والكيلو هو ده مكسبي. فانا كعمر متلخبط، يعني انا اعرف ناس صحابي كتير وناس شغاله بقى 20 30 سنه ممكن يكونوا اول مره يسمعوا الكلام ده، او بيقولوا يعني ده مش ده المعيار، انت المهم انت عندك كام فرخه وبتدخلها فين وبتكسب. انا عايز افهم بس ازاي، يعني ايه امهات؟ وفي حد ممكن يكون شغال في الامهات، يعني يكون الاستثمار بتاعه ان هو شغال في الامهات بس؟ في ناس شغلها او شركات، ده شركات قائمه وده استثمار كبير وبيكسب. طبعا. شغلته ان هو يربيه للام، ياخد منها البيض ده يروح معامل التفريخ يطلع لي كتكوت. دكتور محمد شركته شغاله في ايه؟ تسمين. تسمين. ان انا بناخد الكتكوت ده نربيه 35 يوم يطلع 2 كيلو لحم. تخيل انت عندك كتكوت، مالناش دعوه بقضي الكتكوت. تمام. الكتكوت ده اللي هي الجزء السهل اللي الناس بتستسهل تدخل، اللي هو في دكانة الحاج محمد كتير. انا بشتري شويه كتاكيت صح، او بشتري فراخ وبربيها وبتكبر معايا. تمام. وخلال 35 يوم انا بعرف البيزنس ده بيكسبني ولا بيخسرني، هل ال 35 يوم دول كفايه، وهل فعلا ده هو ده اللي انا بسمعه وده اللي معظم الناس بتفهمه، وفي ناس دخلت المجال ده وطلعت منه هي دي اللي فاهمها فيه. تمام. يعني انا مثلا قبل ما اقابل حضرتك لما كنت بلم معلومات عن المجال ده، احنا عايزين نصحح الخرافات اللي متكونه عن الاستثمار في الدواجن. فانت حضرتك تقول لي احنا هنركز مثلا على التسمين، فانا فهمت من كلام حضرتك دلوقتي ان التسمين ده هو الفرخه اللي انت بتربيها او الكتكوت اللي انت بتربيه عشان يبقى فرخه كبيره وتبيعها للراجل اللي بيشتري عشان يوزع على المطاعم او البيوت او كده، صح كده؟ طيب يعني ايه 35 يوم واطلع خسران و40 يوم واطلع خسران؟ هل في حاجه اسمها كده ولا ده اسمه ايه اصلا؟ يعني انت حابب تقوله في ناس بعد 35 يوم بتقول انا خسرت وطلعت من السوق او كملت، صح؟ في بص، هي الصناعة فيها ناس بتشتغل ال 35 يوم بتخسر، فيها ناس بتكسب، فيها ناس زي أي صناعة بتقدر تقول لمت نفسها أو أيا كان المسمى يعني. في الدواجن ممكن بسبب الضجة اللي حصلت آخر 6 شهور أو سنة، فده الناس بدأت تظبط ازاي الكتاكيت وليه عدم الكتاكيت لأن كل مجال المفروض له أصول. يعني أنت مثلا لو احنا دخلنا أي مجال، سواء استثمار في الكافيهات أو الاستثمار في العقارات أو ده ليه أصوله إن أنا بكون داخل وحاسب أنا هعمل إيه خلال فترة زمنية معينة، هطلع منه إزاي، هكمل إزاي، هتوسع إزاي، هحط له أسس الشغل إزاي. الجزء ده في الدواجن في ناس بتعمله وتكون شركات وبتكمل وتستمر، وفي ناس بتستسهل لدرجة ان احنا وصلنا في سنة 2019 2020 في جزئية كورونا، وصلنا ان احنا سميناها، او هي ده مسمى اصلا يعني بيطلق على الدواجن انها شغلانة اللي ملوش شغلانة. يعني انت متخيل اللفظ اللي بيتقال عليها؟ يعني ايه شغلانة اللي ملوش شغلانة؟ لو انت النهارده استثمارك مثلا، احنا بنضرب الارقام دي مش حقيقيه بس احنا بنضرب كارقام، كان وصلنا في 2020 ان انت لو معاك النهارده 100,000 جنيه تقدر تدخل تستثمر بيهم في الدواجن بفلوس حوالي 1,000,000 او 2,000,000 جنيه. يعني انت 100,000 جنيه دخلوني مليون؟ لا مش يدخلوا لك، تستثمر يعني كابيتال انفستمنت ب 2 مليون بالظبط. طيب الموضوع ده اللي حصل في 2020 لو انت قريت الاحداث مستقبلا كان الناس هتفهم ان العكس كان لازم يحصل. اللي حصل في 2020 في شهر 3 تعرضنا لجائحة كورونا دخلت مصر. اول قرار خدته الحكومة زي ما العالم كله حصل،
اقفل الكافيهات، السياحه وقفت على مستوى العالم، اقفل المطاعم، اقفل الاماكن دي كلها. بدات الناس تشتغل هي من منافذ البيت. بيع البيض والفراخ. لا، مش منافذ بيع. هو الفئه العمريه اللي بتشتغل في المطاعم والكافيهات هي للاسف فئه عمريه بتتكون من 18 سنه ل 30 سنه. وفي السياحه هي فئه عمريه اكبر، هي برضه الفئه العمريه دي موجوده. الفئه العمريه دي كان عندها دايما الفئه العمريه دي بتصنف معاها مبلغ من المال بسيط، تمام، او عندها الشقه اللي جاهزه او لسه بتشطب او ما اتشطبتش عشان يتجوز فيها. كان الموضوع ده منتشر قوي. ايوه. كل دول روحوا بيوتهم، ورجع البيت عنده قرر ايه؟ هو معاه 50,000 جنيه، هروح اربي بيهم 1000 فرخه. هتربي ال1000 فرخه فين؟ هربيهم فوق سطح البيت. هربيهم فين؟ هربيهم في الشقه. ده غلط. طبعا غلط. اولا هو نفسه مش مجهز انه يربي. هو ما يعرفش يعني ايه تربيه فراخ، هو ما يعرفش يعني ايه، هو ما يعرفش هو الهدف ايه. هو الهدف انه جاب شويه فراخ يربيها. طيب اللي حصل مع الناس دي كلها، الناس دي كانت فئه كبيره جدا، لان الصناعه كانت وقتها بدات تستقر شويه، كانت بدات تتخطى ازمه الفلكتويشن في الاسعار اللي حصلت في 2016 و17، وبدات الصناعه تتخطاها. فبدات الناس بتكسب، مش هنقول انها كانت بتخسر. طيب ايه اللي حصل؟ السوق يعني احنا تقديرا في 2020 زاد حوالي 25%، ووصلنا في 22 ان طاقه السوق زادت حوالي، يعني وصلنا 170% من الطاقه اللي كنا شغالين بها في 2019. قصدك المعروض من الفراخ من المعروض في السوق. طب ده عمل ايه؟ لما الناس دي دخلت، الناس دي مش فاهمه بتشتغل ازاي. ما بتربي، عملت الفراخ دي كائن حي، عملت حمل فيروسي، فبدات الاصابات والوفيات والنافق يزيد. الناس دي بدأ النافق دي معناها النافق يعني دي عدد الناس اللي ماتت. النافق اللي بس احنا في الفراخ بقى. طبعا انا دخلت 10,000، مات منهم 1000، بعت 9000. هي ده النافق اللي احنا وصلته، ال1000 اللي في النص ده. ايوه. الناس دي النهارده هو يعني دي النسبه يا دكتور. دي نسبة اصل نافع الناس مثلا بتقول لك بتبقى ما تشتغلش في الروح ممكن تخسر الفلوس كلها مره واحده، او الفراخ كلها. الستاندرد بنش مارك اللي اقول عليه انا راضي يطلع 10%، صح؟ الستاندرد 5%. 5%. احنا لو عملنا لحد ال 10% السنة مستمرة بسبب الحالة الوبائية العالية اللي عندنا هنا، مرضي برضو، والدنيا بتطلع كويسة. احنا بنتكلم اجمالا، لان ممكن في بعض الدورات تعدل ال 10%، وفي دورات بتكون 2 و 3%. هي الاستمرارية والشغل ماشي ازاي. الناس دي لما دخلت بعشوائية، اللي هي نظام أربي 1000 وربي 5 وربي 10، واللي رجع من السياحة، واللي رجع من بره من الخليج، واللي رجع من بره، كل دي ضغط استسهل على البلد. المشروع بالظبط. اللي هو بأقل فلوس يعمل حاجه كان استثمار في الدوائر. وعلى درجات مختلفة. يعني هو احنا جبنا العامل اللي هو معاه 50,000 ربى ب500، واللي معاه 500,000 ربى ب10 مليون. يعني هي على درجات. النهارده تلاقي مثلا واحد بربى 500 حاج فرد محمد في جميع المراحل. بالظبط، في جميع المراحل، وكلهم بربوا بعشوائيه. عملوا فجأة السوق بقى مضغوط في جزئين لازم يكملوا الحلقة. ما أنا عايز كتكوت ومحتاج علف. طب الكتكوت هيتربى امتى؟ الكتكوت محتاج عشان يتربى من 6 ل 8 شهور عشان أجيب الأم وأعرف يعني، أو حتى الجدود نفسها، ويبدأ يتضغط تجيب الأمهات والكلام ده. فبدأ 20 طبعا ده رفع اسعار الكتاكيت، وبدات الناس اللي بتربي والناس اللي بتستثمر القديمه واللي شغلها بدات تعاني، لان الناس دي تكلفتها في التوقيت ده اعلى من تكلفه المربي العشوائي. المربي العشوائي هو بربي 500 فرخه او 1000 فرخه، ما عندوش مشكله كهرباء، ما عندوش ازمه ميه، ما عندوش عماله، ما عندوش كل ايجار، الالتزامات المصاريف التشغيليه، الثوابت كلها مش موجوده، وهو بيلعب ضربه حظ، كسبت خسرت. وهو بيلعب ان المصاريف دي مش موجوده فهو هيكسب. فكانوا بيكسبوا، وكانوا بيعملوا لما بيشتغلوا بعشوائيه. الاخطر كمان، يعني انا معلش لو بسترسل، لان هي دي الجزئيه اللي كان ليها مردود في 22. الناس دي لما ربت، هي مش مستوعب يعني ان ممكن الفراخ يجي لها وباء زي اللي حصل في الكورونا بالظبط.
هتلاقي في الناس اللي هو مرت بوباءات بدأت تراجع اللي حصل في الانفلونزا الاسبانيه وحصل كذا والدنيا هتستقر بعد سنتين ولازم نعمل التحصيل والكلام ده. اللي شغال في الدواجن عارف كده، ان انا ممكن يجي لي في الفصول مثلا في شهر 2 و3 و4 فصول الشتاء ممكن النافق يزيد، ممكن يحصل وبائيه، ممكن الفراخ بتاخد 7 ايام فيها مرض، وبعد كده انت عندك خريطه بتعرف لو انت شغال او عندك ارقامك هتعمل ايه. هو ما عندوش الخريطه دي، فكان يتصاب مثلا وفراخه كيلو 200 كيلو 300، دي فراخ ما بتتباعش. يتصل على السمسار، انا عايز ابيع الفراخ، السوق 25 جنيه في التوقيت ده مثلا، سوق الكيلو اللحم في المزرعه، يقول له اخدها منك ب 15، يبيع. ما هو مرعوب، هو يقعد يحسب بينه وبين نفسه انا كده هخسر مثلا 1000 جنيه ولا 2000 ده لو جنيه، بيحسب، يلا خلينا ايه، ده لو بيحسب. ده لو بيحسب، او هو خلاص هو متخيل ان الفراخ كلها هتموت. ايوه. فبقى يعمل ردة فعل على الناس. احنا بنقول ان احنا وصلنا في بداية 22 ان في 170% من طاقة السوق، فالناس دي ما كانتش شوية. فبدأ يحصل ردة فعل اللي ان السوق نفسه مش قابل انه يوصل تكلفته. فالناس اللي بتربي ومستمرة وبقالها كام سنة شغالة وشغالة بسيستم ونظام بقت بتعاني. المعاناة وأصعب معاناة كانت بتحصل مع الناس دي إنه كان ما بيكسبش ولا بيخسر، وهم الأمل، عارف اللي هو والله دي كلمتي. يعني انت عارف، وانت النهارده الفراخ طبعا بيتحدد سعرها كل يوم. فالنهارده مثلا انت بعت ب 25 جنيه، وبعد ما خلصت بيع وخلاص ولقيت نفسك ده لو حاسب يعني مظبوط خسران مثلا وليكن نص جنيه في الكيلو، تاني يوم تلاقي الفراخ بقت ب 27، يديك الامل انك تشتغل تاني. طيب العكس تكسب نص جنيه، عارف انت مش عارف تشتغل. يعني الناس دي كانت عايشه الوهم. طب معلش يا دكتور محمد، خلينا نوضح حاجه. انت قلت في الاول الناس دي كسبت، الناس اللي اشتغلت عشوائيه الناس دي كسبت. الراجل ده خلينا نتكلم بالنيابه عنهم. يعني الراجل ده باقل فلوس عمل مشروع. بالظبط. الراجل ده يعني هو من وجهه نظره هو كان قاعد من غير شغل، جاب شويه فراخ، عنده شقه فاضيه استغلها وحط فيها الفراخ وباع وكسب. النظره بتاعت السوق والماكرو والدنيا هو دي مهمه. يعني انا بقالي 10 20 سنه بسمع من ناس كتير جدا يقول لك ايه، انا بس بتكلم عن الناس دي، يا عم اشتغل في الفراخ وهي دوره 35 يوم يوم ما تخسر لو انت دافع 40 هتخسر 5، ولو كسبت هتكسب 30، وهي دوره جايبه دوره. بالظبط. ازاي بقى اللي حضرتك بتقولوا ان هم هنا بداوا السوق يضغط عليهم وهو خلاص مش جايب تكلفته؟ حتى الناس الكبار اللي زي مثلا حضرتك او الشركات بدات تعاني لان المعروض كتير والتكلفه. ده اللي انا بحاول يعني اقول انا فاهمنا صح ولا لا؟ ان التكلفه بتاعه التربيه بقت كسعر تكلفه وسعر البيع اقل منها. بالظبط. فهو بيدي تكلفه وعنده اندايركت كوست ايجار وكهرباء وعمال يبيع بسعر قليل. فهنا بقى الناس بدات تذبح كتكوت ولا تعمل ايه؟ يعني ليه الكتكوت اتقتل لغايه دلوقتي؟ اللي حصل طبعا كده انت وصلت مرحله او قريبه قوي من التعادل. يعني تلاقي السنه خلصانه انها شبه متعادله. اللي كان بيكسب في الحلقه دي اللي هو اللي عنده اكتر من حلقتين، يعني اللي عنده امهات وعنده تسمين، عنده امهات وعنده علف، يعني الحلقه عشان الناس تبقى عارفه نقطه التعادل دي انت قصدك فيها ان هو ولا كسب ولا خسر. يعني احنا وصلنا لها خلاص. في الوقت ده الناس عشان تكمل الحلقه لما اتضغط على الكتكوت واتضغط على العلف، الناس ربت امهات كتير قوي، وبدأ يوصل. مصر كانت في 2019 فيها حوالي مليار في السنة بتربي مليار و200 أو مليار و300 مليون كتكوت، وصلنا إن إحنا قربنا من 2 مليار. طيب بدأ يحصل إن العرض بيزيد وبدأ السعر يقل. طيب وصلنا في شهر 3، إحنا كنا يعني كناس موجودة في الصناعة متوقعين إن الموضوع ده يحصل، يعني ان خلاص احنا وصلنا للمرحله اللي لازم يحصل انهيار. بس هيحصل، احنا كان توقعنا انه يحصل على مدار كمان سنتين، يعني اللي هو لانه يحصل بهدوء فالناس نفسها طويل شويه فالناس هتطلع. لما حصلت في شهر 3 ازمه اوكرانيا
وبدأ يحصل الرعب من الذرة. الذرة هي 70% من مكون العلف، اللي هو 70% من تكلفة الفراخ، اللي هو البروتين النباتي. اللي هو البروتين النباتي. بدأ يحصل رعب ما بين أوكرانيا، بس يعني ليه حصلت الأزمة؟ أوكرانيا بتمثل 29% من منتج الذرة والقمح على مستوى العالم. استاذ محمد، انا بس عايزك تفتكر انت احنا فين. انا بس عايز اقول لك نقطه مهمه. هل انا كراجل بشتغل في الصناعه دي او في المجال ده، معايا مليون جنيه، 500,000 جنيه، 2 مليون جنيه، هل انا محتاج ان انا افهم الكلام ده؟ يعني المعلومات اللي حضرتك تحكيها التاريخيه، وان انا اربط بين الكورونا وبين يعني بين الكورونا وبين اوكرانيا، ويعني ايه علف بروتين، يعني ليه الحاجه غليت؟ انا محتاج الكلام ده، ولا هي مجرد انا عندي كام فرخه هاكلهم اكل كويس واهتم بيهم وابيعهم واكسب فيهم؟ لا، ما انت لو مش عارف الكلام ده وما عرفتش التسلسل ده مش هتعرف ايه اللي حصل، وبالتبعية مش هتعرف تتوقع اللي هيحصل ايه. يعني انا مش كراجل هتعرف بتاع تستخدمه بيزنس، ولا لا. انا دور ان انا غلط. استقرئ وافهم المعطيات، حتى لو كان باين قدامي ان المجال ده بسيط وسهل. يعني بالظبط. هو انا دايما بقول ايه في وجهه نظري، ليه الناس بتفتح كافيهات ومطاعم ومزارع فراخ مثلا او معالف؟ ليه الاربعه دول؟ يعني لو افترض يعني هم دول اكتر حاجه شائعه، لان الناس متخيله ايه؟ يعني هو كافيه ايه؟ يعني عملت شاي وقهوه في البيت يبقى انا اعرف اعمل اي حاجه؟ والله بالظبط. سويت بيض على البوتاجاز يبقى انا اعرف اعمل مطعم. يعني هو شايف الفنجان الاول، مش شايف الكواليس ولا الجيش اللي ورا لا، الفنجان بس الاول. انا بتكلم في نقطه ايه، الكتاكيت والفراخ. احنا كلنا اهالينا زمان كانوا بيربوا فراخ في البيت، فانت بنفس التصور القديم انت متخيل ان انت هتعرف تربي الفراخ من غير ما تمشي على ميثودولوجي علميه في طريقه 1 2 3 4. وليك ناس قرايبك وتجار، والحاج ابراهيم والحاج محمد والحاج عمرو، الناس دي بقى لها كتير شغاله في المجال ومش ماشيه بطريقه علميه والدنيا ماشيه معاهم. ليه يعني دلوقتي انا محتاج امشي بقى بورقه وقلم والكلام اللي الدكتور محمد بيقوله؟ انا بس بحاول استوقف الحته دي. في وجهة نظري ان لما السوق بيبقى مستقر ومفيش متغيرات، ممكن الهياكل العشوائية او الغير منظمة او الصغيرة تمشي، لكن لما بتيجي العاصفة ما بيثبتش غير التقيل. ايوه، هي دي الجملة اللي انا بس عايز اوصلها. ده مش معناه ان الاستثمار وحش، هو ده طبيعي، هو هيحصل على اي بزنس. يعني هتشتغل في اللحوم، في الحيوان، هيشتغل في المشاريع، هيشتغل في اي حاجة هتلاقي كده. ده وجهة نظري يعني، مش عارف صح ولا. هو ده بالظبط اللي بيحصل، هو ده وده اللي فعليا حصل. لما جينا حصل يعني بالظبط اللي هو الناس اوكرانيا اللي اشتغلت والبروتين وحصل النباتي. الحوار اوكرانيا والفيلم اللي حصل ده. الناس اتفاجئت ان هو الناس دي كلها، احنا خلينا نرجع لنقطة واحدة بس، الناس دي كانت شغالة من غير فلوس. احنا قلنا اللي ابو 50,000 اشتغل ب 500. يعني في صفة في المجال عندكم انه يكون تشتغل بآجل. هو مجال الاجل او شغلانه اللي ملوش شغلانه، هي الكلمه دي بتيجي من هنا. يعني كلمة شغلانة ملوش شغلانة دي مش معيبة، بس هي فكرة ان هو مجال صناعة يسمح لك ان انت تشتغل بآجل بمساحة كبيرة. 90% من التكلفه كانت في التوقيت ده اجل. آجل. و10% اللي هي انت بتمشي مصاريف. معناها ان في ناس اتبعت جامد قوي يعني. ده اللي اي حد حصل. يستقرأ يعني. ده اللي كان متوقع، بس ما كانش متوقع بالعنف ده. طن الذره في التوقيت ده كان 3800 جنيه، طن العلف كان بيكلف 7000، نط لخلال 6 شهور ل 18 و 19000 جنيه. بدأت يطلب بالفلوس العلف من المورد نفسه، مش من بقى المربي، من المورد نفسه او اللي جايبه يدفع كاش. فبدأ يضغط على الموزع يدفع كاش، بدأ يضغط على مصنع العلف يدفع كاش. كله بقت الصناعة مطلوب منها انها تشتغل ايه؟ كاش. ده انتوا التحول الجذرية بالظبط. بقالك سنين مش شغال كده اصلا. انت مش شغال كده، وفي ناس مش بتاعت الشغلانة. فبدأت الفايدة ان انت كنت تقرا الاحداث، انت تعرف ايه اللي ممكن يحصل. اللي حصل ان جزئيه اعدام الكتاكيت، لان دي عملت عاصفه شويه، ان هو فجاه انا مطلوب ان انا ادفع الفلوس، فانا مش هدفع الفلوس، مش معايا فلوس، مش عارف اشتغل. انا اساسا كنت شغال ب 50,000 مش موجودين. صح. يعني مش هقول لك بقى ال 500 اللي هو الدرج مفتوح وعمال يصرف ال 50 خلصهم اصلا. فطلب منه يجيب الفلوس دي كاش، فبقى يرجع لنقطة نظام تاني اللي هو فعليا في التوقيت ده اللي كان مصر تقدر تربيه أو الناس قدرت تربيه حوالي 800,000 فرخة، 800 مليون فرخة 800 مليون على مدار السنة. سنة. رجعنا للرقم قريب من مين؟ لا، 2019. طيب اللي هي الكائنات المنظمة
اللي حصل ان الناس لما في خلال السنتين ربت امهات اكتر من المطلوب عشان تسد العجز اللي مطلوب من الناس او من الدكاكين اللي اتفتحت دي، فبدأ اللي يحصل ان بقى في عرض زيادة من الكتاكيت مش هتستوعبه الكيانات المنظمة. والكيانات المنظمة هي واجهت أزمة برضه لأن هي كانت شغالة جزء كبير آجل. هي مش ما هي زي السوق، بس هو منظم، بس هو عنده أصول، بس هو عنده شغل إنه عارف ممكن يجيب سيولة منين لو اتزنق، عامل حسابه من سنة واثنين وعشرة. ده السكر قبل كده. بالظبط. يعني لا، هو قال الأحداث لأن هي أحداث لو بعدناها بس عن تفاصيلها هي أحداث بتتكرر كل من 15 سنين أساسا، يعني في كل هتلاقيها في كل الشغل يعني. صحيح. فبدأ انا دايما يحصل بقول اللي فاهم اقتصاد يفهم حاجه مهمه جدا، ان الاصل في الاقتصاد هو الازمه بالظبط. مش الاستقرار. فانت ازاي تبقى مرن ومستقر الازمه وازاي تتعامل معاها. يعني بالظبط. هو ده حتى في علم الاداره اللي انا بقول من وجهه نظري، انت محتاج تفهم الاقتصاد، مش تفهم الدولار بكام، تفهم اللي انت حضرتك عمال تشرحه ده اللي احنا لسه ما خلصناهوش، هو تاريخ ازمه الفراخ وليه الناس طلعت وليه الكتاكيت اتقتلت واتذبحت والكلام ده. فدلوقتي المعروض من الكتاكيت زاد والناس عايزه تخلص من الكتكوت عشان هو بيصرف عليه وبيبيعه بسعر اقل من تكلفته، صح كده؟ بالظبط. هيبدا يتخلص من الكتكوت. هيبدأ يتخلص من الكتكوت، هيبدأ الكتكوت مش هيتربى، هيبدأ بقى يحصل اللي حضرتك قلته دلوقتي. ما أنا والدتي وأخويا كنا بنربي فراخ، هي قصة. ايوه هيبدأ يحصل بقى الفرق. ايوه. مين اللي هيقدر يشغل على أسس علمية وعارف هو شغال إزاي ويعرف احنا لسه هنيجي بقى يستفيد. الموضوع ازاي اسس ايقونه وكيان. دي حتة تانية. بس انا بحكي في الحته دي. ده انا بقول لك، انا برد على التساؤل اللي انت طرحته. ايوه ايوه. انما لو انا والدتي بنربي فراخ، يعني انتوا هتعملوا ايه في أيوة. المزارع؟ انا هقول لك حاجه بسيطه جدا. هو الحاج محمد كل حاجه عنده زي اصلا. الحاج محمد وهو شغال هو دخل الكتكوت اداله العلف طلع كفرخ من غير نافع وزي الفل وراجل عسل وزي يا باشا طلعت احسن فراخ. الحاج محمد وهو دخل الكتكوت اكله 3 كيلو و200 علف، 3 كيلو و200 جرام، وطلع منهم 2 كيلو. وانا في المزرعه عندي انا شغال بصرف على فراخي، بديها بكتيريا نافعه عشان المكنه تشتغل، صيانتها موجوده، تهويتها مظبوطه، حرارتها مظبوطه، كل حاجه اللي هي عايزه بديهولها. فانا اديتها 300 كيلو و100. مش هقول لك حاجه تاني، انا وفرت 100 جرام وجبت ال 2 كيلو بتوع الحاج محمد. انا كده انت فرق انت عمرك ما هتاخد بالك منه، ولا الدكاكين هتاخد بالها منه، ولا الحاج محمد، ولا اي حاجه. بس انا بنفس المكنه هو خد 3 كيلو 200 وانا اكلت 3 كيلو 100، بس وصلنا لنفس النتيجه. انا وفرت 100 جرام وفر غير ملحوظ. عارف 100 جرام في نهايه التكلفه في 10000 فرخه، مش في مزرعه كبيره، في حاجه صغيره جدا، في اقل تربيه ممكن تتربى اللي هي اختفت اصلا النهارده. 10000 فرخه اختفت. تفرق في التكلفه 85000 جنيه، تفرق في تكلفه الفرخه 8 جنيه ونص. يبقى انا النهارده سعر الفراخ لو في مصر النهارده 60 جنيه وانا عرفت اوفر ال 100 جرام، تمام، انا بعت ب 60 جنيه وحضرتك بتربي بتربيه عشوائيه بعت ب 60 جنيه، انا اكسب في الفرخه 8 جنيه وانت تلم فلوسك او تخسر. ده بقى فرق الحاجه والحاج محمد ووالدتي والتربيه يعني احنا المصطلح ده في الاداره بنسميه الافشنسي والافكتيف. بالظبط. ان انا باقل موارد ازاي حققت اقل انتاج، اكتر انتاج اسف، بس من غير ما اكون يعني استخسرت في مجالي وفهمت فيه. يعني انت حابب تقول لي ان انا ملي جرام، اصلا الجمله دي فيها نقطه ايه؟ ان هي شغلانه بالبلدي لملمه، بس لملمه مش في المقومات اللي توقع المكان، انك تفتح المزرعه من غير المقومات اللي تخلي المزرعه تنجح، لا، الململمه ساينتفكلي ان انا اقدر استخدم ده واقدر استخدم ده، فده يديني انتاج ويكسبني. طب احنا برضو هنرجع ليه تاني في المقومات اللي تنجح مجال او الاستثمار، بس انا عايز ارجع لنقطه التاريخ. احنا دلوقتي خلاص كتكوت حصل انهيار في الطلب على الكتكوت، فالناس كلها دي قفلت، فالناس بدأت الكتاكيت ما فيش حد بيشتري كتاكيت. هو برضه هو الصناعة أو الكتكوت ما ينفعش أبدأ أمر النهاردة الصبح اقفل المصنع. لا، الكتاكيت دي في المزارع بتاكل، الفرخ بياكل كل يوم 110 جرام علف، لازم يبقى بيبيض
بياخد ادويته، بياخد تحصيناته. البيض مرصوص في المفرخات قبل ما يطلع ب 21 يوم، اتصرف عليه خلاص لازم يطلع كتاكيت. فما عنديش اقفل يا ابني نزل السكينه بتاعت الكهرباء وامشي، لا. وكلمه ان انا الام دي عشان تبيض بس كانت في التوقيت ده، النهارده الرقم ده مختلف، في التوقيت في 2022 في شهر 3 كانت بتصرف 400 جنيه. فان انا اخد قرار ان انا اعدمها او ان انا ابطل او ان انا مش اكلها، القرار ده كارثي. ما هواش مصنع هيتقفل المفتاح ونمشي. فغصب عنه كان لازم يطلع الكتاكيت بتاعته. فبدا يحصل عرض رهيب، ما فيش مزارع مستحمله العدد ده، وناس طلعت والناس ما فيش السيوله خلاص هي تربي الكلام ده بس، والعلف اللي موجود يربي الحاجه دي. حصل جزء من الاعدامات، حصل جزء اعدامات، حصل كبرة من الناس اللي هي بتربي او سواء شركات او اهالي او ايا كان الوقت يعني ده. ايه مكابرة بقى؟ يعني السوق بيقول لك اطلع، او السوق بيقول قلل الانتاج للنص، او السوق بيقول ان ما ينفعش تكمل بالطاقه دي كامله. الناس بيصعب عليها مالها طبعا، ده جزء. وجزء تاني صعب خرافة يقول ان البيزنس يعني ابنك. انا بالظبط. عندي دايما مصطلح كده، انا بقوله ايه، من اكبر الكوارث من الخرافات عندنا في البيزنس بتاع الطبقه المتوسطه، هو البيزنس مش ابنك. ما ينفعش تطور ارتباط عاطفي ان هو لازم اكمل حتى وانا خسران عشان ما حدش يقول عليا ان انا خرجت ولا انا خسرت. يا عم هو بالظبط. ورقه وقلم بيقول 1 2 3 4 اخرج. لكن انا عشان مش معايا ورقه وقلم اصلا انا هاني نكمل. الارتباط عاطفي ان هو ابني، فهبيع الذهب بواطي وهبيع العربيه وهبيع بالظبط. البيت عشان اكمل في الفراخ اللي هخسر فيها في الاخر. وضيف عليها ان كل واحد متخيل ان التاني بيفكر غير. يعني انا مربي النهارده 100,000 ام، متخيل ان حسين اللي بيربي 50,000 هيبطل مش هيقدر يكمل، فانا هكمل، فانا اللي هستمر في السوق. في حين ان احنا لو كلنا نزلنا لطاقة السوق واشتغلنا مظبوط كلنا كنا هنعدي الازمة بسلام عن ما عدت. المهم اللي حصل ان السوق العصرة كانت اقوى، وكلهم بطلوا بعد شهرين، باعوا كتاكيت بجنيه ونص، كانت وقتها تكلف 7 و8 جنيه. بدأ يخسر، بدأ الناس ما تستحملش الخسارات لمدة شهر شهرين. بدأ يبيع القطعان، بدأ توصل للقطعان للطاقة شبه اللي متوازنه نقدر للسوق. نقول اللي هيبقى فيها ربحية. أيوة. بس بدأ تحصل معضلتين، هتقرر تشتغل لأن حصل حالة من الفزع. خسارة كانت الأرقام اللي كانت بتخسر وقتها كانت أرقام كبيرة جدا. حالة الناس تقعد في بيوتها ومفيش شغل والكلام ده كانت كبيرة، مش هنقول كانت صغيرة. حالة من الفزع ان الناس الفراخ بتتعدم، الفراخ خلاص. احنا اقتصاديا بنقول لما بيخش الفزع خلاص بقى انت عقلك الدماغ بيقف بتقف. وبتشتغل بالعاطفه. انا لو شلت دكتور محمد دلوقتي، انا اسف وجبت واحد تاني من اللي عملوا كيانات عشوائيه بالظبط. وخسر وحب يكابر وكمل وباع عربيته وباع ذهب مراته وقعد مكمل، وبعد كده اتزنق في التزامات المدرسه بعد ما كان عايش في مستوى معين وقعد عمال يكمل. لو جيت قلت له دلوقتي ايه رايك في الاستثمار في الدواجن، هيقول لي ده اسوأ حاجه في الدنيا. بالظبط. المشكله بقى ان هو بدا يحول تجربته السلبيه دي لفكره عامه عند الناس، فبدات الناس تكفر بفكره الاستثمار في الدواجن وانه غلط وبتاع. هو مش غلط كاستثمار، هو غلط كنمط اداري للنموذج. بالظبط. انت علقته بقى على شماعه الكتكوت، علقته على شماعه كذا، ده موضوع تاني. بس انت بكلام حضرتك كده بتقول ان خلاص الازمه حصلت، في فرق بين الحدث وبين الاثر. الحدث الناس كلها عاشته، اللي كان فاهم بقى وقاري من الاول زي ما حضرتك كنت بتقول عندك الاحصائيات وعارفين من الاول وفاهمين في المجال ده، بدات تكتشف ان الاثر ده كان هيحصل، فانت كنت متوقعه فعامل حسابك وعندك احتياطي نقدي وعندك طاقه نفسيه تتقبل الاخبار. فالناس بدات تخرج وبدات الكيانات الكبيره هي اللي تكمل، صح كده؟ بالظبط. وبدات الكيانات تفكر، وبدا اللي يتقال في السوق تقدر تحلله، بدات تفكر بعقلانيه. هو انت كل التوقيت ده كان كل ما تسمعه ما حدش هيشتغل في فراخ تاني. فزع. القوة الشرائية بتاعت الناس هي اللي وقعت السوق. خرافة. قوة شرائية، هو قوة شرائية جت على الفراخ ووقفتها، جت على اللحوم ووقفت. ما هي كل حاجة كانت بتغلى. هو ده مسار كان بيحصل في العالم كله. يعني عندي ظروف أصعب شوية، عندي ظروف أقل شوية، بس هو ده كان حصل. ده نتيجة بس خرافة كانت. الناس مش هتاكل فراخ، يعني الناس مش عارفة هتبطل كذا، مش هيحصل. أنا فاكر في يعني جلسة كده مغلقة حصلت،
ايه المتوقع؟ الكلام ده كان في شهر 11 2022. دي كانت فترة الخروج الآمن لمربيين التسمين يعني. كان حالة تشاؤم رهيبة. الناس، طب تيجي تتكلم مع الناس، هل الصناعة طبعا الشهر 11 كانت لسه التكلفة، لسه الفراخ ب 35 جنيه. على سعر العلف وسعر الكتكوت والكلام ده كان المفروض التكلفة تعدي ال 50 جنيه. يعني الخسارة الوقت ده هتبقى كبيرة جدا. فقعدنا نحلل السوق بمعطياته وبالأرقام اللي بدأت تبقى موجودة معانا. طب انا زي زيك وكياني كان زي زيك وببيع زي زيك، بس انا ولا بحلل ولا بطيخ بقى. انا ما عنديش الارقام ولا عندي الحاجات دي ولا معايا ورقه وقلم ولا عارف الكلام ده. هاخد قرار بالعاطفه، هيبقى قرار ايه؟ هيبقى قرار غلط وإنك هتبطل هبطل. في التوقيت ده. ليه؟ لأن أنت حسبت طن العلف ب 15,000 جنيه أو 20,000 جنيه، وحسبت الكتكوت هتجيبه، حتى لو هتجيبه ببلاش، هربي النهارده ال 3 كيلو يبقى 60 جنيه، ده الكيلو بتتباع ب 30 جنيه، لا أنا لازم أبطل شغل. تمام؟ وتحس ان هو اقنعك. لا هو لو قعد، على فكره هي دي مشكله دايما عندنا في الارقام كمصر، مش عارف يعني، انا المصريين بالذات، او تلاقي في العالم كله يعني، يقول لك العلف في الدواجن وصل 30,000. ايوه ماشي، وصل 30 كام يوم؟ طب ما ناخد احصائيه مثلا من 1 يناير ل 15 مايو، اللي هو تقريبا 5 شهور او 6 شهور، متوسط العلف 23 جنيه و80 قرش، جاب 30 جنيه. الكتاكيت وصلت 30 جنيه. ايوه ماشي، بس متوسط الكتاكيت متوسط سعرها 11 جنيه بس هو بخاف يا دكتور ان الرقم ده يثبت ويكمل معانا لغايه اخر السنه. ما هو يعني هو ده الثابت. التاريخ ما بيقولش كده. التاريخ بيقول ان في يعني حتى بعد الازمه دي السعر نزل. السعر نزل. حتى الازمه، حتى لو هو قاري التاريخ ومحلل الكتاكيت بتاعته ومحلل سعره، حتى في 2021 اللي بنقول ان كان في ضغط ان الكتكوت مطلوب والكلام ده، سعر الكتكوت وصل 15 جنيه في فتره من الفترات، ووصل 7 جنيه ونص في متوسط السنه. فايه اللي كان بيقوله السوق في التوقيت ده؟ بيقول انك لازم ترد على حاجتين قبل ما تبدا شغل. هل القشريه هيحصل فيها مشكله ولا لا؟ طيب دي رقم واحد. رقم اتنين، هل الاسعار هتفضل كده ولا لا؟ دول اللي كانوا سؤالين محتاجين. وانت استراتيجيه الشغل بتاعتك هتمشي ازاي؟ يعني انت ناوي تشتغل عشوائي زي ما انت دكتور مكمل؟ محمد، انا من كلامك حاسس ان الموضوع كبير وفي طب هو تفاصيل كبير، كتير هو كبير جدا. وانا محتاج ان انا اقعد احلل بص، وأعمل. هو عارف لما يكون كبير بس ببساطه، زي ما انا بقول يا لحضرتك. باشا انا كنت عايز المها كده وأقول لك برضه. يعني ده انا شايف، انا كحاج محمد يعني شايف ان هو ده المجال بقى اللي ايه، يعني زي ما قلت لك، شويه فراخ ونحط لهم شويه اكل وهيتراضوا وخلاص وهنكسب ونلم فلوسنا. ايه الموضوع كبير ده؟ يعني ليه الموضوع كبر؟ وهل الكبر ده مبالغه منك ولا هو ده الاصل في ان لو انت عايز تستثمر في المجال بتاع مش الدواجن؟ مبالغه، هو احنا نقول كان عندي مشاكل انا عايز اواجهها. ولا انت كنت لسه واخد الام بي اي وعايز تفعل؟ لا انا عندي يعني، انا ناس هنا النهارده هنقول انها قالت خرافات، فانا هاخد الخرافات دي على محمل الجد واواجه الخرافات. ايه الخرافه الاولى بتقول ان القشره نزلت. ايه طيب القشره نزلت، ونزلت. القشره هتقل، هتقل. طب ما انا الانتاج هيقل للنص. ليه هيقل للنص؟ لان الكتاكيت قلت للنص، الامهات، وعشان تتربى الامهات عايزه 8 شهور، فيبقى انا عندي الانتاج نفسه نزل للنص اللي انا هطلعه للناس. يبقى دي اول جزئيه. جزء لو انت يعني لو حبيت حتى تدخل في تفاصيل القشره دي. انا بالنسبه لي يعني موضوع قوه شويه انا فاهمه لان انا مستهلك وعارف ده بالظبط. بس انا في الاول والاخر هدفي من الدردشه دي ان احنا نمحو خرافات متكونه عند الناس عن الاستثمار في الدواجن. اول خرافه حضرتك لخصتها لنا في تاريخ الازمه ان ده بيحصل كل 10 سنين 11 سنه بغض النظر عن شكله او طريقته. فانت ككيان عشوائي غير منظم هتتعرض لازمه كبيره كل 5 سنين بس. فانت عايز تدخل المجال ده وانت عشوائي منظم، قصدي وانت عشوائي غير منظم، تبقى عارف ان نتيجه العاصفه هتشيلك وترفعك. وده اللي بيحصل كل 5 سنين او كل حسب قوه العاصفه. يعني ممكن تيجي 2006 كانت انفلونزا الطيور فشالت كتير. المره دي العاصفه طب انا ممكن اقول لك كده يبقى الاستثمار ده مش امن بقى. يعني الاستثمار ده مش امن. طب نسال السؤال بطريقه تانية. هل في استثمار بيتم بطريقه عشوائيه امن؟ ايا كان الاستثمار ايه؟ الوهم.
ده استثمار الوهم. والله لا يعني والله يعني اكتر حاجه يعني زي ما قلت الواحد بيحبها هو الوهم، هو ان هو يقعد يوهم نفسه ان مثلا العقارات اكتر حاجه ما فيهاش مخاطره، ويحصل كساد في العقارات وفقاعات، فيقول لك لا ده هي مره مش هتتكرر تاني. انا دايما مقتنع بحاجه، ان اللي خلى دكتور محمد يكمل او غيره يكمل طبعا مقومات علميه وهو ماشي بطريقه زي ما عايزينك تشرح لنا ده، بس في الاول والاخر ايه يعني ذاتس ماي فيلد، يعني ده مجالي انا هشتغل تمام. فيه ومستثمر فيه، وويل فايت بعقل. لو هيدان ويخسر على طول انا هطلع منه من غير ما يبقى في ارتباط عاطفي زي ما قلنا. بس انا عندي ارقام وعندي معطيات وبعرف استقرئ الماضي والحاضر، عشان احنا لما انا بقول مثلا في فيديوهات يا عم استخدم الورقه والقلم واعمل ميتنج وقابل الناس، انت لسه تقول ايه غرف مغلقه صح؟ وقعدنا واتكلمنا، انا بحاول اسقط كلامك على اللي الواحد بيقوله، ان يا جماعه اهو نموذج من الطبقه المتوسطه وبيعامل نموذج كويس وفي العاصفه وماشي بورقه وقلم، مش هنقول ما تضرش بس على الاقل لما تضر نسبه عارف ضرره يكمل، اقل عارف بكتير يعدي من الازمه. الناس طلعت بره الموضوع. فانت لما كراجل بقى مش ما سمعتش حاجه خالص في المجال زي حالاتي وجاي تسمع اقول لك الكتاكيت والمجال والناس بتخسر، في ناس بتكسب يا عم، لا. في ناس طالعه بريك ايفن بوينت، في ناس مغطيه مصروف. انا اصلا عندي مشكله كبيره جدا مع خرافه ان هي مكيته. مم. انا ما ينفعش مثلا اروح لدكتور محمد، دكتور محمد ماشي اروح له عنده ورقه وعنده رقم وعنده حسابات وعنده بيقول لي هي مكيته. الراجل ده ينفع يقول لي ان هي بريك ايفن بوينت ليه؟ لانه عنده ارقام. بالظبط. لكن واحد تاني يعني ايه مكيته بقى؟ معاه اجنده، خلينا كلام بصراحه والله معظمنا كده يعني في البيزنس ده، معانا اجنده كاتبين فيها ايه الداخل والخارج، الانفلو والاوت فلو، او دفعنا دواء الفراخ كذا وعملنا كذا وبتاع، اقول له عملت معاك ايه؟ يقول لي مكيته. انا دايما بقول ايه يا عم هات طبق جيلي، طبق جيلي طبق ما حاجه بترقص كده واقسمها نصين، لو طلعت 50 50 يا عم يبقى انت راجل مالكش حل. السوق بيرقص والدنيا فيري دايناميك ومفيش حاجه مستقره، وانت عمرك ما استخدمت الورقه والقلم. هتيجي تقول لي يا عم بريك ايفن بوينت ومكيته، انا عمري ما هصدقك، ولو صدقتك يبقى انا عندي مشكله. بالظبط. فهي الكيانات انا اللي انا اقصده ان اللي واخد تجربه عن كيان صغير، صغير ده مش معناه ان هو داخل بفلوس قليله، هو لا ممكن لا. يكون داخل بفلوس قليله بس راجل منظم وعارف اوله من اخره. بالظبط. واحد داخل بفلوس كتير جدا وما عندوش شغال عشوائي. شغال عشوائي ما تاخدش منه كلام. بالظبط. ده اللي انت عايز توصله صح ولا ده لا؟ اللي انا اقصده، هو ده بالظبط، انت لخصت بس لا اصل انا من الجمهور فعارف ازمه المشكله ايه. انا دلوقتي وصل لي ان الدكتور محمد عايز يقول لي هتستثمر في مجال الحيواني باي شكل ايا كان، حاول تبقى منظم بغض النظر عن حجمك. لكن لو انت متخيل ان انا مثلا والدك او جدك شغال في المجال ده بقاله 20 سنه وشغال بشكل عشوائي مش بشكل منظم، العاصفه هتحميه عشان اسمه وتاريخه، ده مش حقيقي. طيب انا السؤال بقى ازاي ابقى منظم؟ ازاي انشئ كيان من الاول؟ انا خلاص سمعت كلامك وعرفت ان في ازمه وعاصفه وبتاع ولازم ابقى مرن وجاهز لها، انا ازاي ابقى منظم؟ قول لي يعني ايه اصلا بقى فراخ بياضه ولا فراخ تسمين، وهاخد التسمين زي حضرتك اعمل ايه؟ من اول اشتري ازاي واحط مزرعه فين وصفاتها وبكام، المقومات اللي تنجح التجربه. اول حاجه خالص، رقم واحد، ان انا احترم المجال ده وادخله كأن انا مستثمر. يعني ما ينفعش ادخل مجال المقاولات وانا عمري ما اشتغلت في المقاولات، او عمري ما قعدت وده عملت دراسه جدوى وناوي اعمل 1 2 3 وهجيب كذا وهبني كذا وهبيعه بالطريقه الفلانيه وهعمل الطريقه الفلانيه، انما ما ادخلش اربي فراخ وانا مش عارف هعمل ايه. ولا من على النت. يعني معلومتين قريتهم، ولا جبت كتاب قعدت اقرا فيه، ولا عشان ابن عمي بربي فراخ فانا هربي معاه، ولا اشتغلت دوره في مزرعه عند الحاج فلان فانا قررت ان الحاج فلان بعملني وحش اروح اربي انا كمان فراخ، ولا اخويا كان مسافر فرجع من بره فمعانا فلوس فيلا نربي المزرعه. رقم واحد، نحترم ان ده مجال استثمار، ان هو صناعه، ما هواش تربيه خالتي وخالتك. يعني تخلص من سوفت وير دكانة الحاج محمد. بالظبط. تخلص منها ازاي؟ ان انا اشوف ايه الاسس او ايه المقومات ان انا اعرف اشتغل وادخل جوه التروس بتاعه الصناعه. تمام. طيب هبدا اقعد مع المختصين، ايه المطلوب مني؟ ان انا النهارده انا معايا مبلغ واحد اتنين تلاته هياخدوا مني محتاج. فلوس. ما هو لازم ياخد منك فلوس. انا كده بخسر. لا مش بتخسر، انت بتحمي استثمارك.
هو قرار واحد ممكن يقول لك تعمله ازاي او ازاي. النهارده مثلا يعني لما هنيجي نتكلم في ان هو من ضمن المقومات دي ان المكان اللي هيشتغل فيه او المزرعه اللي هيشتغل فيها ما ينفعش الشقه اللي كان راجع من الكافيه لما اتطرد فراح ربى شويه الفراخ في الشقه. لا، قرار واحد بس ان هو راح اجر مزرعه او لو المباني ايا كان هيعمل ايه، يعني هيأجرها وهيبنيها. هأجر مزرعه والمزرعه دي معزوله ومزرعه تانية مش معزوله. انا عارف يعني ايه مزرعه معزوله وهو مش عارف يعني ايه مزرعه معزوله. مزرعه معزوله حراريا هتوفر له في الصيف في الشتاء في دورتين الشتاء توفر في الفرخ 4 جنيه. راح علينا راح علينا. انا دلوقتي انا معايا فلوس وهشتغل في الاستثمار الحيواني وعايز انشئ الموضوع بشكل منظم، وقعدت مع واحد مختص بالظبط. ودفعت له فلوس يا عم وضغطت على قلبي وخلاص. بعد ما ادفع له فلوس ويقول لي ادفع 1 2 3 4، ممكن ما يكونش بفلوس يعني احنا بنهزر يعني، بس انا بحاول اوضح للناس ان في تكلفه لكل شيء يعني. بالظبط. اصلا دراسه الجدوى مع ان انا ما بحبش اتكلم عنها يعني، بفلوس غير ما هي هي فلوس. انا ممكن اعمل دراسه الجدوى في الاخر اقول لك ايه، لا ما مش هو ده تشتغلش. لا ما يقول تشتغلش. لي على فكره ضيعت لي فلوس يا عم، انا حميت لك ايوه فلوس. بالظبط، ما هي صح دي كده؟ المقصود. فهي الناس مش بتبقى حاسباها كده يعني. فاحنا خلينا نتخلص من الحته دي. انا خلاص قعدت مع مختص، ايه هي مواصفات بقى الاستثمار؟ واحد، هيحدد الرقم اللي هو هيربي 10,000 التسمين. فرخه في التسمين. اللي هو تاكل وعلف. يكون على الاقل مقرر وهيقدر ماديا يشتغل على الاقل من سنه ونص لسنتين. 6 شهور بياخد السوق وجو السوق، يعرف الدنيا ماشيه ازاي ويحط رجله في السوق ويتعلم. والسنه او السنه ونص التانيه هم دول دوره البيزنس نفسه، انه يقدر يقول انا بكسب ولا بخسر، عشان يتعرض لكل عوامل الفلكتويشن اللي حاصله في السوق. في الصيف هيبيع ب 60 جنيه وفي الشتاء ممكن يبيع ب 80 يعني جنيه. انا لازم اعمل بلان بالشهور والايام لمده سنه ونص على الاقل. سنه ونص على الاقل يعني النهارده 35 يوم. لا خالص 35 يوم. نرجع بقى للناس اللي قفل، يبقى هيقفل صح كده؟ هو لان ده بيشتغل بنظام معرفش انت سمعت الكلمه دي قبل كده ولا لا. الفراخ هي قمار حلال. لا ما اسمع. يعني ايه قمار حلال؟ يعني يقول لك انا ممكن ادخل الفراخ اكسب مليون جنيه والدوره اللي بعدها اخسر مليون جنيه. احنا بنحب الجامب ده. ما هو ده تسويق الشبكه كده، كل سنه يطلع باسم جديد والناس تخش فيه وتنزل تاني. ليه قمار حلال؟ هو عشان هي تربيه حلال، بس هي كده بقت قمار لانه بنشل. ايوه صحيح. انما انا لما اشتغل كل مثلا يوم عندي فراخ بتتباع والسوق النهارده مثلا وصل 44 جنيه 1 يناير 2023 كان سعر الفراخ 44 جنيه وبعدها بشهر كان 80 جنيه. انت متخيل الفرق؟ لو انا عندي فراخ بتتباع كل يوم انا هاخد متوسط السوق، يبقى انا قللت الفلكتويشن اللي بيحصل، قللت المؤامره تأرجح يعني. انا قللته يعني انا اشتغلت كده. يبقى انا رقم واحد اكون هقدر اشتغل، احدد هقدر اشتغل لمده سنه ونص ولا لا. دي رقم واحد. انت حضرتك قصدك على المقومات الماليه. يعني طبعا قدرتي الماليه على سنه ونص شغل، صح كده؟ لو مش هتقدر تكمل السنه ونص ما تدخلش. وحط في السنه ونص نسب الخساره قبل نسب النجاح. يعني اللي انت ممكن تخسر اول دوره، ممكن تجمع فلوسك اللي هي البريك ايفن بوينت اللي هو اول دوره انت ورزقك. يعني كنت بتحكي لنا في ان احنا دلوقتي الكيان عشان يعني ابدا احط رجلي انا لازم ابقى فاهم من الاول في التايم لاين بتاع السنه ان انا شغال سنه ونص. استثمر على سنه ونص. تمام. افهمها بقى يعني ايه سنه ونص؟ معلش. يعني سنه ونص انا النهارده داخل كل اللي انا يعني احنا بنتكلم سنه ونص علشان تسمين. ايوه احنا لو اتكلمنا في بياض هنتكلم في سنه في فتره زمنيه اطول. اخترنا التسمين. فاحنا اخترنا التسمين. التسمين بيتكلم في سنه ونص ان انا اقدر اعمل شغل يستمر على مدار على الاقل بعد ما اخد السوق سنه دي معناها ايه؟ معناها هتعرض للمعطيات بتاعه الاختلافات الاسعار، لان يعني دي من الحاجات المؤثره قوي في السوق. ممكن ابيع في الشتاء بسعر، ممكن ابيع في الصيف بسعر، ممكن ادخل الكتاكيت بسعر، ادخل العلف بسعر مختلف. رقم 2 الامراض اللي في الشتاء، شراسه الامراض ونسب النافق والوفيات ومعاملات التحويل. زي ما حضرتك قلت كده ان فكره 35 يوم واطلع ما ادخلش. ما هو انت دخلت انهي 35 يوم؟ احسن 35 يوم وكانت صدفه وامرت والامور نجح معاك وكسبته زي الفل. اللي هو قبل رمضان او في رمضان. انا بسمع ان دي الفتره الحلوه اللي انا اكسب فيها. هل ده حقيقي؟ ما هي دي خرافه.
خرافه. ما هو كله بيفكر زيك. يعني كل اللي عنده مزرعة فاضية بيدخل قبل حاج رمضان. محمد يدوم ويدوم. أقل سعر في 2023 بعد ما الأسعار اتعدلت، ملناش دعوة بشهر يناير، كان في رمضان. ده اقل فتره. لو انت اعمل تراكنج للأسعار كده، مثلا في شهر 4 و5 و6، أو خد من شهر 3 4 5، هتلاقي أقل سعر كان في رمضان. ليه؟ الخرافة اللي هي بتقول لك إن الناس هتاكل في رمضان أكتر وهتشتري فراخ وهتعمل ما انت بس هو سعرها ليه؟ بيغلى في رمضان المفروض يعني عشان السنة دي مش ما حصلش الكلام ده، ولو بصيت لها في المزارع نفسها ما انا قصدي يا بيحصلش. دكتور، انت قصدك فكره انك تلعب على معيار الحظ ومعيار ده حظ بقى. انك تختار جامبلينج كده، هو الشهر ده وهو ده اللي بيقول على الناس كلها ده اللي بيكسب، ده مش هيمشي. طبعا ان انا اخش الجمله اللي انت حطيتها حلوه قوي، جمله احترم. إنها صناعة واستثمار. طبعا يعني تتعامل معاه كده إن هو ما هواش أنا داخل أربي فراخ عشان شفت ابن عمي أو شفت قريبي أو شفت والدتي، أو ده تربية سهلة، ده شغلانة سهلة. لا، ما تعملش كده. طب أقول أزيدك بقى من الشعر بيت. لو إحنا بنقارن ما بين أربي 100,000 فرخة في مزرعة مرة واحدة، مزرعة في كل 35 يوم، ولا وزعهم على 10 مزارع. انت متخيل ان الافضل انك توزعهم عشان تمد فترة الشراء والبيع، تاخد كل الاختلافات بتاعة الاسعار، توزع الريسك اللي هو موجود من الامراض، توزع الريسك بتاع التحويل. النقطه دي اداريا كده يعني، النظره لمجال الاستثمار في الدواجن لازم تكون نظره طويله الاجل، بالظبط. ولازم تكون 12 شهر او 18 شهر، بحيث ان انت يعني دي حاجه انت عمال تاكد عليها، ان التايم لاين بتاعك ينط وترمي عليه الاسعار وترمي عليه الامراض، فتاخد المتوسط والريسك بتاعك يقل. لكن فكره انك تستقطب اي شهرين ثلاثه بناء على معطيات حد قالها لك حتى لو مين، وتقول هم دول اللي هيكسبوا، ولو كسبوا اكمل، ما كسبوش ما كملش، دي اول خرافه لازم ما تبنيش عليها تمام. الاستثمار. وهنرد على الخرافة دي ونقول احنا على قد ما نقول ان المخاطرة في استثمار الدواجن مخاطرة كبيرة، هنقول هنا لو انت عملت النموذج ده، الضامن هو طبعا هو الله، بس احنا نقدر نضمن ان المخاطرة دي انتهت. لو انت هتقدر تستمر في الشغلانة وباقي العوامل مظبوطة، اللي هو مزرعة كويسة، العوامل اللي هنتكلم فيه، بس استمريت شغلك مظبوط لمدة سنة، مش هتتعرض للمشاكل بتاعة الفلكتويشن، ودي هتنتهي المخاطرة دي. تمام. عشان كده البورصه يعني بتاعت الفراخ مش هتاثر فيك بالشكل مش هتأثر خالص. طب رقم 2، انا ماشي قلت لك ماشي، بس الكلام ده معناه ان انا محتاج اقعد معايا فلوس تكفيني سنه ونص، صح؟ بالظبط. على الأقل معاك أمان لو لا قدر الله حصل خسائر في أول دورة. أنت ممكن تطلع كل حاجة نموذجية، بس تبيع بسعر أقل من التكلفة، فخلاص هو ده خارج عن إرادتك، لازم تكمل. هتعوض الخسائر دي إزاي؟ مش تكمل باللي هي اللي أنت عمال تخسر بسبب 100 حاجة وأنت بتكبر إنك تخرج. لا، أنا بتكلم. برضه احنا لينا مثلا كلنا كده كام واحد كان عايش في السعوديه، مدرس، محاسب، صيدلي، دكتور، ايا كان، وراح نازل مصر عامل مزرعه فراخ، تمام. وراح خسران فيها فلوسه كلها وبطل. ما هو ده وعمل معلف وخسر فلوسه كلها وبطل ومعلف. فحد يجي يقول له انا عايز استثمر في الاثنين دي، يقول له ده يعني ده مديول دكانه الحاج محمد، بالظبط. اللي هو يعني خبطها ما جاتش. بالظبط. فانت بتقول لا، سنه ونص يبقى معاك نفس وطاقه نفسيه وطاقه ماديه تكفيك سنه ونص، صح تمام. كده؟ طيب. واحنا بنتكلم ان هو السوق فعليا هو اتحول لوحده بقى، اتنقل من الاجل للكاش، او بقى بدل ما كان 80% اجل بقى 80% كاش. امن نفسك على قد ما تقدر تكون شغال كاش. هتكون شغال كاش، هتختار العلف اللي تقدر تشتغل بيه بجودته، هتختار الجودة بتاعت الكتكوت، هتختار الجودة بتاعت الدواء، هتعرف تعمل كل حاجة هل مظبوط. الاسترخاص، انا في احد البودكاست كنت بتكلم مع دكتور محمد، فبيقول لي في الانتاج الحيواني، بيقول لي الاسترخاص في المجال ده مشكله كبيره جدا. انا في مجالات كتير جدا الاسترخاص فيه مشكله. في ناس متخيله لا انا كل ما استرخص انا كده واعي، راجل ناصب عليا، كيلو العلف ده ب 20، كيلو العلف ده ب 30. في الانتاج الحيواني انا في معلومه مش هنساها، ما قال لي ان اللبن لو انت خدت انتاج كواليتي بتاعته قليله هيأثر عليك في اللبن، هتلاقي اللي انت وفرته في العلف خسرته في اللبن. هل ده نفس القياس بينزل في الدواجن؟
الدواجن نقدر نقول نفس الكلام بالظبط، ونقول الغالي فيها رخيص. الغالي فيها يعني ايه الغالي فيها رخيص؟ انا قررت اشتغل، وليكن مثال بسيط، بدواء هو جريد 1 اعلى جودة، وهكلف بدل ما اكلف مثلا ادويتي وتحصيناتي والكلام ده في الفرخ 12 جنيه هيكون 14 جنيه. في المقابل ان انا هنقل الجودة للكتكوت، للمكنة اللي كنا بنتكلم فيها. افتكر المثال اللي ضربناه في الاول، قلنا ان احنا وفرنا في 8 جنيه ونص فرق تكلفة لما ظبطنا المكنة صح. وخليناها توفر ال 100 جرام دي. احنا وفرناهم بايه؟ بباقي العناصر اللي جودتها عالية. فانا النهارده صرفت 2 جنيه زيادة ووفرت بيهم 8 جنيه ونص. طب انا اسالك سؤال، انا مش دكتور بيطري تمام. وعايز اشتغل في المجال ده، في دكاتره بيطريين فاهمين المديول ده وهم اللي هيمشوني عليه، وانا كراجل هحترم الصناعه وهعتبر نفسي مستثمر زي ما انت قلت واحط فلوسي واتابع معاهم اللي هيفهموني وهم يرسموا لي التايم لاين ويقولوا لي اشتغل سنه ونص وبتاع، ولا ده مديول عند الدكتور محمد بس، ولا ده الاصل في المجال ده؟ ده الاصل الناجح. مم. يعني لان الدكاكين في الدواجن كتير قوي قوي، وصغيره وسبوراديك وشغلها كتير. بس الناس دي موجوده، موجوده واحسن مني كمان، وتقدر تعمل الكلام ده بسهوله ومنفذاه على ارض الواقع في شغلها وفي مشاريعها بس هي الصناعه مش دكتور بيطري بس، هي الايد العامله بصفه عامه بتنجح الصناعه وتوقعها. انا قصدي المقومات كدكتور بيطري بالظبط، اللي هو كل ده متاح. تمام، كل ده متاح، وكل ده وده اللي انت هتسترخص ولا هتجيب درجة أولي سنة ونص زي ما أنت قلت، تمام. هخش الاستثمار أحترمه وهعتبر نفسي سنة ونص ومش هسترخص وهمشي بالمعايير وهكمل السنة ونص كلها عشان أعرف الفلكتويشن برايسنج والأمراض والحاجات دي. أنا دلوقتي عايز أعمل مزرعة ليها شروط معينة كمبنى كمان. طبعا. وفي الفترة الأخيرة بقت تفرق جامد. يعني النهارده عندي مشكلة، بنقول إن في فلكتويشن في الإصابات والأمراض والتحويل. الفلكتويشن في الأمراض إن أنا ممكن ده يطلع 20% وفيات وده يطلع 5%. ده راجل اختار المكان بتاع المزرعة بعيد عن البيوت وبعيد عن المزارع اللي منشأة وبعيد عن فاختار بداية من اختيار المكان نفسه، اختار مكان صح. يعني ده يفرق معاك؟ طبعا في الإنتاجية؟ هتفرق. إن أنا أبعد عن الناس؟ ان انا لا بتبعد عن مكان الوبائيه. ما هو الكتله السكنيه في مصر يعني ايه؟ يعني مربين فراخ في البيت. ده كتله وبائيه. فهي ده وباء. هو لما جت كورونا كنا بنقول للناس ايه؟ ابعد عن المكان اللي فيه اصابه، ابعد عن التجمعات. وهي كورونا تفرق عن امراض الفراخ؟ بالعكس، ده هي الفراخ عباره عن طفل لسه مولود جهازه المناعي ما اشتغلش. حلو قوي بصراحه. فتخيل انت بتاخد يعني والله اطر انا بصيت لها بصه اللي احنا بنقوله ده هو منظور من منظورات الاحسان طبعا في التعامل مع الحياه. طبعا. يعني نموذج الحاج محمد لو صح، نموذج الدكاكيني هو نموذج يفتقد الى الاحسان في التعامل مع الحيوان. يعني احنا ممكن نسال امام الله سبحانه وتعالى اصلا في ان احنا مهملين في الاحسان مع الحيوان بغض النظر عن المعيار المادي، انت هتكسب ولا هتخسر. يعني انا والله لسه بفكر فيها دلوقتي ان انا فعلا لو مش ناوي يعني اكسب كتير يا عم من باب، لا يعني من باب حتى ان ربنا هيحاسبك. يعني انت بتهين الطفل الصغير ان هو ضعيف. هو اعتمد عليك. يعني هو اعتمد عليك، هو اعتمد عليك في كل حاجه. فتخيل انت بتختار له المكان المناسب عشان يعيش، عشان في الاخر بقى يعني زي ما حضرتك بتقول كده احسان، او في الاخر مكسب وخساره. يعني هو طفل بالظبط. معيار الدنيا هتحقق تمام. المبنى نفسه بيكون له مواصفات. يعني كمان المكان ده جزء، المبنى نفسه ليه مواصفات. المبنى يكون مبني ليه اطواله، ليه طول عرضه، ليه مساحاته، دي كلها مش عشوائيه. ده مباني بتكون معموله بمواصفات معينه. ان انت كمان المبنى حاجه بسيطه جدا. سؤال، لو انا مش هجيب المواصفات دي ما اشتغلش؟ ما تشتغلش. طيب ماشي. انا عارف والله. انا بحاول اوصل للناس ان انت ما بتبيعش. ان انا عندي مصطلح دايما بقوله ايه، انا ولا احب ابيع الجزر ولا اشتريه. يعني انا ما احبش ابيع الوهم للناس. بالظبط. انا ممكن اقول لك اشتغل بس على قدك انت ضد، ما بقاش هتعمل
مزرعة فيها المواصفات اللي تحميك من الوباء ومن المرض، لو انت قلت يبقى انت بتبين الوهم، وانا هجيب الكراكيب دي وهتموت، بعيد عن الاحسان وبعيد عن ان ربنا يحاسبك وبعيد عن وانت دول ما عادش ينفع، صح؟ لا ما ينفعش، ما ينفعش اقتصاديا، ده جزء. والله لو خدناها حتى من ناحية الإحسان، أنت متخيل أنت بتربي فراخ غلط عشان في الآخر يموت نصها، عشان تاخد الذرة اللي الناس تعبت فيها عشان ترميها في الترعة. أنت عملت إيه في الآخر؟ يعني حتى يعني كمية ويستنج. يعني ففي الآخر لا مش هتشتغل بالمواصفات اللي موجودة، عشان ما تطلعش تعيط في الآخر وتطلع تزعل في الآخر وتقول أنا خسرت وتقول المجال ده سيء. هو ليه مواصفات وأنت مش عايز تمشي عليها. أنت ينفع النهاردة تفتح مطعم وما فيهوش نظافة؟ هو بينفع يعني ما هو مش هيكمل يعني. فهي النهارده لو جينا فرق بسيط خالص ما بين كمواصفات مبنى، يعني اتنين بنوا المحطة بتاعت، كل واحد بنى مزرعته، واحد قرر انه يعزله عزل حراري عشان يوفر في التدفئة وعشان يوفر البيئة كمان. احنا مصر في ايام كانت بتوصل الحرارة 0 بالليل، صحيح. وفي ايام النهارده وصلنا 45 و42. فهيعزل المزرعة بتاعته، والراجل التاني قرر ان هو هيشتغل من غير عزل بس. ده حاجة بسيطة. ويمكن موضوع العزل بدأ في 2020 و19 لما بدأت تكلفة التدفئة نفسها تزيد. السنة دي لما جينا نبص للأرقام، المزارع المعزولة مكلفة تدفئة على الفرخ 4 جنيه، واللي مش عازل مزرعته مكلف من 7 ل 8 جنيه. انا عاجبني قوي ان انت بتحب الارقام. انا من الناس اللي بتعشق الارقام انا يعني. بحب الارقام، بس انا اول مره اتخيل ان المجال ده يعني ايه. انا دايما بقول لاي حد انت المفروض الرقم يبقى في دماغك، مش في دماغك يعني مش مكتوب في ورق، لا، بس من كتر ما هو ريبيتيتيف بيتكرر هو جزء من نمطك. فقبل العزل هخسر 4 يعني بسبب عدم العزل. هستهلك تدفئة 4 جنيه زيادة سولار أو غاز أو عن الراجل اللي عزل. فرق. أنا ما بتكلمش إن ده يعني الفرق كده وصلنا 4 جنيه، ده صرف 4 جنيه وده صرف من 7 ل 8. برضو دي تنعكس في النهاية على إيه؟ أولا هتنعكس صحيا، ولو ما انعكستش صحيا وطلعنا إحنا الاتنين بنفس النتيجة، أنا تكلفتي أقل منك 2 جنيه في الكيلو. الفرخ 2 كيلو يعني هتلاقينا دايما ال 4 جنيه الوفرة أنا بقسمها على 2. الفرخة فهي الفرخة وفرت 4 جنيه في التدفئة بس، ده بند. فأنا تكلفتي بقت أقل منك 2 جنيه. بس هو في النهاية أنا النهاردة بنجح واستمر وعمال أوفر من هنا 2 جنيه أنا ما بوفرهمش على حساب الجودة، أنا بوفرهم بالمواصفات المظبوطة. ففي النهاية السوق بيقول إن السعر النهاردة 60 جنيه وأنا تكلفتي 56، نتيجة إن أنا عملت تحويل كويس اللي هي والتدفئتي كانت قليلة ونفقي مظبوط والشغل كله مظبوط، أنت تكلفتك بقت 62. عشان يعني تحويلي بس عشان التحويل ده اللي هو زي ما قلنا المكنة خدت العلف طلعت لي من النباتي. فأنا وفرت، أو يعني المكنة دي وفرت لها الظروف الملائمة فطلعت لي. ففي النهايه انت قاعد شماعه فشل الاداري. ايوه انا بحاول اعلق شماعه فشل الاداري على عوامل خارجيه تثبت ان انا ماشي، يعني انا كنت صح بس الدنيا جت والله احنا بنسمع عجائب. طب انا دلوقتي خلاص عملت المبنى والكيان اللي هحط فيه الاطفال الصغيرين من الكتاكيت اللي مناعتهم ضعيفه، ومن باب الاحسان انا عزلت لهم، ومن باب الاحسان انا وفرت لهم المناخ مع التغيرات الجويه اللي حصلت في مصر الفتره اللي فاتت دي، ان انا درجه حراره لو الحر هم متكيفين كويس. بركب مروح بقى وتكييفات ولا بعمل ايه؟ طبعا تكييفات. في حاجه زي التكييف بنسميها عندنا ورق التبريد. هو ليه فكره بيدخل لك بخار وهواء بيقلل الحراره مع المراوح. سرعه الهواء ده لها نظام بتتعمل. انا قصدي يعني بيحصل حاجه بتخلي الحراره طبعا وده لو انا استرخصت فيه هيضيع لي الدنيا. طب انا عايش يا دكتور، لو انا دلوقتي درجه الحراره اللي موجوده دلوقتي دي وانا عملت مزرعه مش معزوله ولا فيها مراوح بس وشباك خشب كده بيتفتح، ايه اللي هيحصل؟ هتموت. بسيطه. هتموت. ده لسه بيحصل لغايه دلوقتي. لسه بيحصل، وفي ناس بتتعرض لأزمات فيها. يعني بيعدي بقى يلاقي نفسه مثلا ميت في 1000 فرخة مثلا في اليوم، ميت 100 ميت 10 ميت 50. هو رزقه يعني، ما هو كده هو خد مخاطرة غلط يعني.
طيب انا خلاص عملت تهويه كويسه وبنيت المكان كويس، ابدا اخش في موضوع الرعايه البيطريه. هل دي معيار ومقاومه خلينا نقول الرعاية بصفة عامة مم. عشان نبسطها. أنا عندي طفل اتولد، والدته قررت إنها هتهتم بيه. هتهتم بيه إزاي؟ هتوديه لدكتور الأطفال أول ما يتولد، وتشوف هو محتاج واحد اتنين تلاتة. طيب وبعد بعد كده بضحك بس على كميه التفاصيل ما هي والعلم في بالظبط. الموضوع. الناس كلها على الله، الناس كلها تحط لا في لا لا الاوضه شويه علف تربينا وهنا فرخه ما هي من فوق نتعشى حلوه. في أم تانية سابت الواد نزل الشارع. ما هو في المثالين يعني. صحيح. هل في النهاية بعد والاتنين عندهم 20 سنة هل يستويان؟ الأم دي قررت تاخد الولد وهو عنده سنتين، توديه حضانة وتوديه مش عارف تدربه مش عارف ايه وتعلمه الأرقام وهو عنده مش عارف كذا وتعلمه، ومشيت معاه وعانت الأمرين وتغير له وتحبيه والتانية سابته. بلاش سابته، راعته نص نص. لا يستويان. صحيح. يعني في النهاية لا. النهارده يبقى احنا بنتكلم في الرعاية. البداية من العامل قبل الدكتور، المهندس قبل الدكتور. الدكتور هو بيشخص الحالة ويشوف ويديك برنامجك وتتابعه، بس العامل ده اللي هو بيحصل فيه لأنه أكتر واحد ناس بتهمل فيه هو العامل اللي هو المزرعة. ايوه. اللي هو أبسط حلقة، بس العامل ده يبوظ لك الدنيا. بنسترخص فيه برضه. بتسترخص فيه، بتسترخص في ثباته. كان الحارس اللي واقف في المزرعه هو اللي بيراعي وبفتح عليهم ميه وبوكله. وحتى لو جبت عامل، يعني انت في الاخر ما بتراعيش العامل ده انه يستمر معاك، ما بتراعيش العامل ده انه تفهمه الشغل حتى. عندنا خرافة ان انا لو فهمت الناس هتمشي، لو فهمت الناس هتروح تفتح هي مزرعة يعني. ما يفتح انت يعني عشان ما تخسرش يعني ما انت بتخسر. طب ما انت هتقفل ولا حد تاني في الاخر ده اللي لا بيحصل. والله احنا عندنا مصايب. انا اعرف ناس والله يعني ربنا يعافينا يعني، بس فعلا كارثه كارثه فعلا. انا عشان انا مش هقول له سر الشغل يا عم، سر الشغل ايه يعني؟ ايه اللي في الشغل اسرار يعني؟ يعني هو الشغل انت الاسرار بتعمل كلها كل موجودة. حاجه، انت بتعمل كل حاجه ما عدا السر اللي هينجحك. انت بتعمل كل حاجه تخلي البيزنس ده يخسر. بتسترخص في المبنى، بتسترخص في الرعايه بشكل عام، مقومات النجاح. طب انا اسالك سؤال، انت حضرتك لو مش كاتب الكلام ده في ورقه وقلم وكاتبه مانيوال وبتتكلم معايا كده يعني، والله انا فرحان وزعلان. يعني انا شايف ان الاندستري دي والصناعه دي ممكن تبقى وضعها احسن من كده بكتير، بس فعلا في ناس يعني نقله تجارب سلبيه مدمره. ودايما ساينتفكلي ميثود او الطريقه العلميه احنا بنتعامل معاها ان هي ما تنفعناش عشان هي مكلفه، رغم ان احنا بنخسر فلوس كتير جدا وطاقات نفسيه وحالات بسبب ان احنا ما بنستخدمش الطريقه دي. يعني انا شايف ان هي سهله، يعني سهله. في واحد اتنين تلاته اربعه، الموضوع مش يعني مش زي ما الناس متخيله ان مفيش مديول ولا نموذج في الاستثمار في الانتاج الحيواني. الناس متخيله ان مفيش، وهو ده كلام مبالغ فيه. ده الكلام ده للكيانات الكبيره. انت حضرتك دكتور محمد بتقول كيانات كبيره كيانات صغيره لازم تعمل كده. لو كيانات صغيرة ما تندمج، يعني ما تعملوا اندماج مع بعض. مكانات صغيرة ما توزع شغلك ويبدأ يعمل نفس الأرقام ما بتكذبش. الدرج المفتوح اللي بتسحب منه كل يوم من غير ما أحس ده صعب. حاج محمد يعني لا الأرقام تقدر النهاردة لو أنا خدناها بالذاكرة هنقول ده كان من 6 شهور كانت الفراخ أسعارها كذا كذا كذا. ده احنا بنشتغل في الدواجن وأعلاف الدواجن وصلت كذا، ده مش عارف كذا. انما لو خدتها ارقام قدامك الارقام عمرها ما تكذب. طب الكيانات مهما كان الكيان صغير او كبير مش هتقدر تعمل مديول او تقدر تشتغل كأنها بيزنس، ما تدخلهاش. الحد الادنى من الاعداد او من التربية لو مش هتعرف توصل له اندمج مع كيان تاني، اشتغل تحت كيان تاني، خلي كيان تاني. وده مديول موجود. انا دلوقتي لو عايز اعمل مزرعه بالشروط اللي حضرتك بتحكي عليها دي ومش معايا فلوس اجر في الوقت الحالي هو الإيجار. يعني هو الموضوع ده متغير، بس هو خلينا نقول في الوقت الحالي هو الإيجار هو أفضل. بسبب تكلفة الإنشاء العالية،
بس اه هكسب. تكسب يعني ان شاء الله، يعني لو اشتغلت صح. لا مش انا معتبر نفسي ماشي معاك تمام. وهدفع رنت. طيب بس في احنا ناس يقول لك ايه، لو اجرت انت خسرت خلاص. دي خرافه برضه. لا، ما فيش كده. يعني هو النهارده تكلفة الفرصة البديلة ايه؟ الفرصة البديلة ان انا ابني. طب انا هكلف كام كأرقام عشان ابني مزرعة النهارده انا ممكن مظبوطة؟ اسالك سؤال، انت دلوقتي عندك مزرعه ملك، تمام. مش المفروض بتعتبر لها ان ليها ايجار؟ اه يعني المفروض اصلا محاسبيا وانت بتحسب صافي الربح رغم ان هي ملكك، انت بتعتبرها مستاجرها وبتطلع مصروف الايجار وتحطه في جيبك عشان بالظبط ترجع ثمن المبنى اللي انت بنيته. بالظبط. مش تقول لي مثلا انا عشان ما ادفعش، هي الايجار مثلا في كام، في رينج كام؟ احنا وصلنا النهارده ال1000 فرخة ممكن يوصلوا 10 جنيه في اللي هو الفرخ يتأجر ب 10 جنيه في السنة. يعني المزرعة دي طاقتها وليكن 10000 فرخة. تقريبا متوسط الإيجار بتاعها ممكن يبقى 100000. 100,000 يعني تقريبا 10,000 جنيه في الشهر، 7 8,000 جنيه يعني. مثلا هو 10 احنا بنحسبها شهور. على الفرخ يعني ايوه عشان ماشي، بس انا كراجل بحسب 10,000 جنيه. انا بالظبط. بدفع 10,000 جنيه، لو انا صاحب المبنى لازم تحسب ال 10000 لازم جنيه ادفع 10,000. لازم تحسب إهلاك للمبنى. فما فيش حاجه اسمها ان انا لو مأجرت اخسر. ده كلام واحد ما مش معاه ورقه وقلم. طبيعي ان لا انت، هو طبيعي حتى لو انت صاحب المكان هتحمل رنت. بالظبط انا خلاص اجرت ومشيت بالخطوات بقى، الرعايه الطبيه، واهتميت بالراجل اللي شغال. الكلام ده كله يا دكتور محمد، انت يعني ايه، مش بتقول لنا اساطير وسندباد، انت لا، ده بتتكلم في شغل على كلام أرض موجود. الواقع. ناس كتير مش حضرتك بس بتحترم الراجل اللي شغال وبتعلمه وبتدربه وبتجيب له شركات ادويه تقول له يعمل ايه، ولا انا بالظبط صح؟ هي دي تعتبر الانجكشن او الحق اللي هتنجح النموذج. لكن بالظبط. انا كعمرو لو رحت سمعت من الدكان انت الحاج محمد اللي بيكسب بس، هنفذ اللي هو بيعمله، هنفذ هو. فهعمله غلط، حتى فهنقع تخاف احنا يقول لي الاثنين. ال 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 لا اصل انا بضحك على ايه، انا دايما بقول ان هي هتبقى خرافه، هتبقى مجموعه معلومات في دماغك وفي الاخر انت بتمشيها ايه، ما هو انت من سمعت، لم يكن. ما هو هتشتغلوا طول ما الدنيا مستقرة، يعني طول ما هو البيزنس ده مستقر ايا كان البيزنس على فكرة. وانا انا عندي اعتراض على كلمة البيزنس ده مخاطرته كبيرة. لو في بيزنس ما فيهوش مخاطرة كلنا هنشتغله، هنروح اللي فيه مخاطرة ليه؟ طيب في انك تقعد في البيت وتقعد تنتقد كل البيزنس اللي موجود في السوق، مثلا وانا يعني البيزنس ده بيخسر انا مش هشتغل. بالظبط. يعني فمخاطرته كبيرة لأن هو الشغل العشوائي فيه كتير. اظبط شغلك هتلاقي الدنيا المخاطرة بقى كل بيزنس فيه مخاطرته، بس هتوصل للليميت الطبيعي. ولو المخاطرة في بيزنس معين مثلا 10%، هتلاقي الأرباح فيه زيادة عن التاني بنفس النسب. هتلاقي يعني هي كده مش طب معلش يا دكتور عمرو، انا دلوقتي اقل رقم ابدا بيه، رقم فراخ مش فلوس، كام في المزرعه؟ 10,000 فرخه. عشان أقدر يعني أقدر أستمر ده مينيمم 10000. لو هقرر ان انا يعني اعمل خطة فيما بعد ال10000 لازم يزيدوا، ولازم افرد ال10 يبقوا مثلا بعد فترة بقوا 10 مش بقوا 20 يعني. يعني انا كل ما هزود كل ما هيكون فرصه نجاحي ومكسبي اكبر. بتقلل الدايركت كوست او التكلفه بالظبط بتتوزع على عددهم ونسبه الهدر بتقل، بالظبط فالمعدل خلاص الناس المفروض فهموها بقى، يعني بالظبط طبيعي يعني. طيب ده معناه بقى ان احنا خلاص احنا عملنا الكيان المبنى بشروطه اللي تنجحني، واخدت العنصر البشري وحطيت اطار سنه ونص وحطيت راس مال يكفيني السنه ونص، ما عنديش بقى الخمس حاجات دي ما اشتغلش الشغل ده. ما تفكرش فيها. ما فكرش فيها. ونعيد الكلمة تاني، اتعامل معاها على انها بيزنس وصناعة، ما هياش دكانة. طبعا احنا كده وصلنا لمرحله انا كواحد من بره المجال خالص، لحد ما انت حضرتك لميت لي ازاي لو انا عايز اشتغل في المجال اعمل 1 2 4، مش هعمل 1 2 4 ما اشتغلش فيه. تمام. من اول ان انا سنه ونص والفلوس والمكان ومؤهلاته والرعايه البيطريه او الرعايه واهتم ازاي، كل المقومات دي في تفاصيل كتير قوي، التفاصيل دي هتتعبك وحاسس ان هي مش يعني مش هدور عليها، ما تدخلش المجال ده عشان ما تقولش عليه ان هو مجال ريسكه عالي وخسارته عاليه بالظبط والكلام ده. طيب عايزين نكتب بحاجه ظريفه كده مع بعض، يعني ايه فراخ بيضاء وفراخ بلدي؟ الموضوع ده مجنني، والفراخ البيضاء دي محقونه بهرمونات وطعم البلدي احسن والكلام ده. اشهر خرافه في الدواجن يعني ان ايوه الفراخ البيضاء محقونه هرمونات. وده مش حقيقي.
لا احنا نقولها، انا عن نفسي هقولها بضمير مستريح قوي. مفيش حاجه اسمها هرمونات في الدواجن. مفيش دواجن بتتحقن حاجه عشان توصلها الوزن ده. مم. الناس رابطه الموضوع بان الفراخ البيضاء او الفراخ التسمين اللي في المزارع بتوصل لاوزان معينه في وقت بسيط جدا. لا، الفرق بين الفراخ البيضاء والفراخ البلدي. الفراخ البلدي دي اللي كانت سلالات ما حصلش فيها اي تطوير مع الزمن. زي ما كان الفلاح بيروي الارض بطريقه معينه، بعد كده بدات تظهر الميه، بدا يظهر التقطير. في واحد لسه شغال بالفاس شغال وبيزرع واحد شغال بالفاس، طبعا. بالظبط. فالفراخ البلدي دي ما حصلش فيها اي تعديل لحد فتره قريبه، كانت كويسه ومجديه. ليه؟ لانها كانت بتعتبر يعني انا اسف في اللفظ، الكناس بتاع البيت. أيوة. اللي هو في شويه رز فاضلين حرام يترموا، فالفراخ بتاكلهم. في شويه مش عارف خضار، في شويه وكان ده الطعم المميز بتاعها. يعني طعم البلدي مش احسن من البيضة زي ما بيقولوا. الطعم ده كان جاي من الاكل. هي بتاكل النهارده اكل بيتي، بتنمو براحتها، يعني نوع مفيش اي العلف ستريس. او الطعام اللي بياكله الكتكوت او الفرخه بيفرق في طعمه. طبعا. يعني ممكن تكون مزرعه دكتور محمد بتطلع احسن من مزرعه عمرو عشان انت بتاكلها اكل احسن من الاكل. لو انا مهتم بجوده الاكل، ممكن الفرخ نفسه صحيا وباقي النتائج بتاعته بتكون افضل. الفراخ البيضة هي فراخ حصل انتخاب. يعني انا لقيت في عندي مربى 10 فراخ ببساطة، فلقيت فيهم فرخ وصل 2 كيلو او وصل كيلو ونص في 50 يوم، ده مثلا من زمان. وفرخ تاني هو وصل في 50 يوم جايب كيلو وربع. فانا خدت الفرخ اللي جاب وزن ده وعملت تزاوج مع كتكوت تاني ببساطة، مع فرخ تاني، وبدأت انتخب الصفات الوراثية المميزة لحد ما وصلت للفراخ البيضاء بتوصل للأوزان دي بالسرعة دي. دي حاجة في جينات الفرخ، يعني ملوش علاقة خالص. فرخه البيضة فرخه في محترمه. الفترة الأخيرة هتلاقي، ممكن أنت تكون لاحظتها أو الناس كان نفسها كلها بقت تلاحظها، والفراخ الحمراء نفسها اللي هي كانوا بيقولوا عليها بلدي بدأت توصل كيلو 700، بدأت يظهر منها أوزان تقيلة، لأن بدأ يحصل انتخاب، وإن كان سيء بس هنقول بدأ يظهر. أنا متأكد إن لو سألنا الناس النهاردة طعم الفراخ زي طعم الفراخ البلدي، اللي هي البلدي هي زي طعم الفراخ البلدي من 10 سنين، هيقول لك لأ. ليه؟ لأن الناس بدأت تأكلها علف زي الفراخ البيضاء، فبدأ يتغير الطعم. يعني خرافة قولا واحدا، خرافة. مفيش حاجة اسمها فراخ بتتحقن هرمونات. نهاية الموضوع أو محمد، الاستثمار في الدواجن زيه زي أي استثمار، هتمشي بطريقة مش دكاكيني بالظبط، مش متوفر، هتوصل لمليون إن شاء الله. ممكن يكون مسلم بالنسبة لك ومربح، وده مش معناه إن أنت يعني لو حصل لك حظ والدنيا مشيت معاك في النظام الدكاكيني إن أنت ماشي صح. في أول أزمة هتقع، أول أزمة هترجع. لو أنت مشيت بورقة وقلم وتعثرت في أول مرة، ده مش معناه إن أنت ماشي غلط. بالظبط. فرصة سعيدة، وأتمنى إن حضرتك ما نكونش طولنا عليك. استفدنا منك، وتجربة ونموذج بيزنس طبعا متوسطة بتاع الناس اللي بتجتهد زينا. كنت غلطت كتير وعملت حاجات صح كتير، بس إن شاء الله يعني ربنا يوفقك ونسمع عنك كل خير في الفترة الجاية. وشرفتنا في نقول دايما شرفتونا. نشوفكم على خير دايما، نجيب حاجات تفيدنا وتأثر معانا بشكل ينفعنا كلنا إن شاء الله.